حكيمي عرض مبابي كدا، يعني المعانده معليش عنده ولا تحسد. اسمع هذوك جاهم زيدان فهمتي. ونزيد لك حاجه اخيره، نعطيك حاجه تبع مليح الاعلام العالمي، تشوف باللي زيدان خطف الاضواء، خطف الاضواء على الكان، على الكان خطف الاضواء على حفل الافتتاح، وخطف الاضواء على موتسيبي. ما كانش جاي يتفرج الجزائر السودان. بعدين نزيد لك معلومه انه موتسيبي تنقل شخصيا رفقه المرافقين تاعو الى مقصوره الخاصه بلالوج، يعني الخاصه تاع زيدين زيدان. خدا معه صوره تذكاريه. زيدان خطف الاضواء على الكام، وهو دليل على شفت الكاميرامان المخرج واش عدد المرات اللي شفنا زيدان اكثر من وحتى هو ايضا صفه الطوال والوليد اعتراف ضمني يعني وداخلي لزيدان باصوله الجزائريه. نعم بيان سور، هذه حاجه واضحه، وحاجه واضحه للعيان، والناس والعالم كامل يعرفها بلي انه زين الدين زيدان لاعب اصله جزائري. وزيدان والفيجي هنا كي كان يلعب انا تلاقيت معاه كي كان لاعب، كان في الريال وكذا، تلاقيت معاه في مستشفى مصطفى باشا، لانه زيدان ما تنساوش يدير مساهمه يجي يدير اعمال خيريه في الجزائر في الخفاء بيان سور. تلاقيت به في مستشفى مصطفى باشا. جا زار، خديت مع صوره ولد، جا تاع مرضى السرطان، خديت مع صوره ولد. لم تتح لي اخذ الصوره لانه كان في السياره. كانت انت كنت السياره ولا هو كان في السياره، سياره سوداء فهمتني، يطلعوه كذا. شوف نتمنى نتصور معاه اي واحد يشوف هذول ستار، هذول لاعبين اساطير، هذول النجوم يتصوروا معاه، يعني تخطف اللحظه تاعك، فاهمني. باش كنا نهضروا على الجمهور، قلنا الجمهور لا يلام ايضا كي يشوف لاعب كذا، لكن حنا على كل حال حنا كاعلاميين ولا والفنا نشوفوا اللاعبين كذا تعودنا. لكن كي تشوف كي تشوف زيدان ولا ميسي ماشي كل يوم تشوفوا قدامك. شكرا وليد على كل ما قدمته له. شفنا اللاعبين في المباراة يعني في صلاة الجمعة، يعني اللي سبقت مباراة الإمارات، شفنا الخروج تاعهم، ويعني وكانت مجموعة كبيرة من الأنصار، يعني المصلين، نسموهم مصلين قبل ما نسموهم أنصار، يعني هما مصلين ومشجعين أيضا. التقطوا صور وسيلفيات مع اللاعبين قبل مباراة حاسمة أمام المنتخب الإماراتي. ما نقدرش نقول لك ولا نأكد لك أنها أثرت على اللاعبين، لكن ربما شوشت نوعا ما على التركيز تاعهم، فهمتني. لانه المناصر راهو معذور، يجي يشوف لاعب